لأول مرة في تاريخ البشرية بيتم رصد صورة حقيقية لثقب أسود. مش عارف في موقف زي ده نشكر ال 200 عالم اللي اشتغلوا على الحدث ده، ولا نشكر أينشتاين اللي عمل النظرية النسبية من أكتر من 100 سنة، ولا نشكر باباه ومامته اللي خلفوا أينشتاين، ولا نشكر بتاع البريد اللي وصل الجواب بتاعنا للبرنامج. ستوب يا بتاع البريد. مين يا 10 ابريل 2019 تاريخ مش هينساه البشريه، لان في التاريخ ده احنا قدرنا نوصل لاول صوره حقيقيه لثقب اسود، وتحديدا ما يسمى بافق الحدث او الايفنت هورايزون، وده اللي اتكلم عنه دكتور ستيفن هوكينج من فتره كبيره. الثقب اللي تم رصده ده تم رصده في مجره اسمها M87، ودي بعيده عننا بحوالي 50 مليون سنه ضوئيه، وهو ده بالظبط اللي خلى الحدث ده مميز جدا وعظيم جدا وتاريخي، لان الصوره دي ما اتاخدتش مره واحده، دي اتاخدت من اكتر من تلسكوب متوزعين على تقريبا كوكب الارض كله. زي ما انتم شايفين التلسكوبات متوزعه على الكوكب كله تقريبا، من اول القاره القطبيه الجنوبيه لحد هاواي، اريزونا، وهتلاقوا كمان في المكسيك وفي تشيلي وفي اسبانيا. طبعا الموضوع ده مليان تفاصيل علميه ممكن يتكلم عنها ناس متخصصه اكتر مني بكتير جدا، وهتلاقوا ده برضه في مقالات على ويب سايتس كتير جدا متخصصه في المجال ده. بس بما ان احنا بنتكلم عن العقل الريادي مش عن الفلك وعلوم الفضاء، ايه علاقه ده بينا؟ والاهم، ايه علاقه ده بالفراشه؟ سنه 1963 عالم كبير اسمه دكتور ادوارد لورنس، وقتها كان بروفيسور اوف ميتيرولوجي في جامعه MIT. ميتيرولوجي يعني الارصاد الجويه او علم الارصاد الجويه، وجامعه MIT طبعا من اكبر واعرق الجامعات في العالم. في السنه دي دكتور ادوارد افترض ان، او كان بيفكر يعني، ان الطقس وحاله الطقس بتتاثر بمجموعه عوامل، زي مثلا سرعه الرياح وزي التمبريتشر او درجه الحراره. فقعد يفكر هل ممكن لو احنا معانا معادله مثلا بيتحط فيها المتغيرات دي، هل نقدر نتنبأ بحالة الطقس بعد فترة؟ ابتدى مع مجموعة باحثين ان هم يبتكروا معادلة يحط فيها المتغيرات دي عشان يقدر يوصل للتنبؤ بتاع الطقس بعد كده. وباستخدام كمبيوتر بيشتغل بطريقة معينة دخل بيانات بتاعة حالة المتغيرات ديت في اللحظة الحالية عشان يقدر يطلع اول تنبؤ بحالة الطقس بعد فترة، وطلع فعلا برنت اوت في نتيجة معينة. المفاجأة بقى كانت لما دخل البيانات دي تاني باختلاف بسيط جدا، هو عبارة عن ان الكمبيوتر اوتوماتيكلي من غير ما يقصد حول او قرب عدد معين لأقرب عدد عشري. يعني مثلا زي ما انتم شايفين كده الرقم ده لو احنا جينا نقربه هيبقى كده. فاختلاف بسيط جدا جدا. اتفاجئ في البرنت اوت التاني دكتور ادوارد ان التغير في النتيجة النهائية كبير جدا جدا. ومن اللقطة دي بدأ دكتور ادوارد يفكر هل ممكن تغير بسيط جدا جدا زي ده في متغير من العوامل اللي بتأثر على الطقس تغير حالة الطقس كله بالشكل الجذري ده وتطلع نتيجتين مختلفتين تماما. هو ده اللي أطلق بعد كده عليه دكتور ادوارد تأثير الفراشة أو الباترفلاي افكت، وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. ازاي من حدث بسيط جدا جدا زي رفرفة جناح فراشة في نهر الأمازون في البرازيل ممكن يغير الطقس كله ويسبب مثلا فيضانات واعصار في مكان زي الصين على الناحيه التانيه خالص من الكره الارضيه. تاثير الفراشه فكرته ان اي حدث بسيط جدا جدا ممكن يؤدي بالتتابع وبعد فتره لحدث كبير جدا جدا حتى لو في مكان تاني وفي زمن تاني. من اكتر من 100 سنه عالم فذ وعبقري اسمه اينشتاين حط نظريه اسمها النظريه النسبيه، واللي افترض فيها وجود ثقوب سوداء. ومن اللحظه دي اكتر من عالم واكتر من باحث بدأ يشتغل على اثبات حاجة زي كده، وبعد اكتر من 100 سنة خدنا لقطة حقيقية لثقب اسود واثبتنا بيه صحة نظرية اينشتاين. واللي بعد كده ممكن الاكتشاف ده يساهم في حاجات تخلي البشرية تتقدم عن كده، او يبقى في تكنولوجيز مثلا تساهم في ان حياتي انا وحضراتكم واولادنا بعد كده في المستقبل ممكن تكون اسهل او افضل. يعني التأثير اللي عمله اينشتاين ومن قبل كده كمان من اكتر من 100 سنة في مكان تاني خالص على الكوكب ولا نعرفه ولا يعرفنا ممكن يؤدي ان بعد اكتر من سنة حياتنا تكون افضل. هو ده تأثير الفراشة اللي اتكلم عنه دكتور ادوارد لورنس. نظرية الفراشة هنا او نظرية تأثير الفراشة او الباترفلاي افكت بتقول لنا ان ابسط قرار او كلمة او حاجة انت هتقولها لحد بعقلك الريادي دلوقتي ممكن تساهم في تغيير حياته بدون مبالغة، او ممكن تساهم في تغيير العالم حرفيا، سواء هتشوف ده دلوقتي او مش هتشوفه خالص بعد كده زي ما حصل مع اينشتاين. في الاسلام كمان حاجة بتقول نفس المعنى،
ربنا في آية من القرآن بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ربنا هنا جاب المثال بالذرة، واللي هي كانت أبسط حاجة ممكن العقل يتخيلها وقتها وأصغر حاجة ممكن تعملها، بيقولك بيها إنك هتشوف نتيجة ده. طبعا سواء كان اتجاه ده في الخير أو في الشر، أنت اللي بتحدد. آية كمان عظيمة جدا 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 في منطقها وفي معناها، بتقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. اللي ممكن نقف عنده شوية هنا في الآية دي إن ربنا ما قالش سوف يراه، بمعنى إن في العادي إحنا بنبقى منتظرين إن أي حدث نعمله دلوقتي أو أي كلمة نقولها أو أي ضحكة حتى نضحكها في وش حد إن إحنا نشوف تأثيرها دلوقتي. ربنا في الآية دي بيقول سوف يرى، مبنية للمجهول، وفي اللغة مبنية للمجهول يعني ممكن ما نعرفش هي هيحصل فيها ايه بعد كده، ممكن ما نشوفهاش اصلا في حياتنا، ممكن تكون بتأثر على حد تاني في مكان تاني خالص من الكوكب سواء دلوقتي او بعدين، عمرنا ما هنعرف. بس ايمانك بربنا وايمانك بان هو هيجازيك حتى على ابسط الاشياء وهي مثقال ذرة سواء في الخير او في الشر، بيقولك فيها اتأكد ان الحاجة ديت هتأثر في حياة حد تاني انت ممكن ما تعرفش عنه حاجة. عشان كده نهتم جدا جدا بالعقل الريادي، ونهتم جدا جدا بان ابسط الاشياء اللي هنعملها دلوقتي اكيد بالحركة الريادية دي احنا بنأثر في حياة ناس او بنأثر حتى في حياة الكوكب كله. وعلى فكرة من النقطة دي هيبدأ عقلك بتدربه ان هو اوتوماتيكلي يشتغل بشكل ريادي، وهنا هيبقى عندك entrepreneurial mindset او عقل ريادي، وهو ده اصلا هدف الفيديوهات اللي احنا بنعملها كلها. لانك لما تدرب عقلك على انه ما يعديش اي فرصة، وعلى ان كل لقطة بتعدي عليه في حياته هي فرصة لحاجة تانية اكبر هو ممكن ما يكونش عارفها، بعد كده هو من نفسه هيتبرمج على ده، ومن نفسه في اي موقف هيتحط فيه لازم ياخد قرار ريادي وقتها، سواء كنت موظف او كنت صاحب مشروع او كنت طالب او كنت ايا كان، وأن سعيه سوف يرى. في النهاية خالص أنا عندي يقين بأن الفيديو ده هيكون ليه أثر فراشة ما، هيبدأ عند حد ما في مكان ما أنا معرفوش، بس أنا عندي يقين أنه هو هيغير حاجة. فلو انتوا كمان عندكم نفس اليقين، ولو انتوا كمان شايفين ان انتوا حابين تشاركوا في التأثير ده ان هو ينتشر، فاعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب لو انتم متابعينا، واعملوا لنا لايك على البيج بتاعت الفيسبوك لو انتم متابعينا هناك. استنونا في الحلقات اللي جايه، والحلقه الجايه كمان مهمه جدا عشان هنجيب كيس ستادي حقيقيه من موقف حقيقي حصل في حياه حد نعرفه كان فيه تأثير الفراشه واضح جدا جدا جدا. سلام.